رجعنا تاني ميكس جديد لريان بن شتيلة. اتمنى ان انا اكون نطقت الاسم صح، ولو نطقته غلط اعذرني يا ريان. تعالوا نشوف ريان عمل ايه في الميكس بتاعنا. تراك بنلف في دواير. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا. طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدور. ما بنكتبش الرسايل، ما بننتظرش رد لحد في يوم سمعنا، ولا بنسمع حد. طيور العمر تايهة في عتمة المدينة بتدور. ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر، وتهرب النجوم من القمر، وتهرب الوجوه من الصور. بنلف في دواير ندور على الأمان، ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان. ندور ندور ندور. جود جوب ريان، ميكس حلو، البالانس بين الحاجات مظبوط، في مجهود اتبذل في الاوتوميشن. برضو المشكله بتاعت الكمانجات اللي احنا عانينا منها قبل كده بالنسبه لي ظاهره شويه في الخط العالي، بس مش طول الوقت. بس ده هنا الفيديو دوت هيفتح لنا حاجه صغيره كده اتكلم عليها، ملهاش علاقه بالميكس كريتيك بتاعتنا. ريان حط اوتو تيون فوق الاوتو تيون اللي كان موجود، لان انا مديكوا الفوكال تيوند ده شويه حاجه بيبقى ليها علاقه بالكلاتشر. انا في اعتقادي وفي ظني ريان يا اما مغربي امازيغي يا اما جزائري محب للموسيقى بتاعه الراي. الاوتوتيون فول اوتوتيون مش هقول لك ان هو حاجه صح وحاجه غلط، لان هو اتحط برضو من كي صح ومن سكيل صح، بس شويه على شكل الاغنيه دي بما ان هي كفر، هي مش هتستحمل الاوتوتيون بالشكل دوت. وده ميبي ذوق يعني ماي تيست، ممكن ابقى انا مش حابب ده بس في ناس تانية تحبه. وفي بقى كام تفصيله كده تكنيكال ممكن نتكلم عنهم. مشكله اللو ميد اللي في الفوكال لا ستيل موجوده، وممكن نحلها شويه بان احنا نفتح برو ام بي ونضغط شويه المنطقه اللي حوالين صوتها، بس نخلي الضغط دوت في الميد. نعمل كده عشان ما يأثرش عندنا على الحاجات اللي في اطراف الميكس. وتعالى نحل المشكله ديت شويه. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا. طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدور. ما بنكتبش الرسايل، ما بننتظرش رد لحد في يوم سمعنا، ولا بنسمع حد. طيور العمر تايهة في عتمة المدينة بتدور. ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر، وتهرب النجوم من القمر، وتهرب الوجوه من الصور. بنلف في دواير ندور على الأمان، ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان. ندور ندور ندور. برضو احنا عاملين شوية شيمر في الفوكال فدوت مبين الحركة. وفي حاجة تانية حاصلة، الخيال بتاع الريفيرب اوكي عجبني، وانا عارف ان في ناس بتحب الريفيرب كده يبان شوية، نقول كولد، نقول ان هو ساقع او نقول ان هو مطرقع. بس لو كنا عايزين نعمل كده كنا محتاجين نحط ديسر قبل الريفيرب اللي موجود على الباص، ونضغط بالديسر شوية عشان ما تجيش الحروف اللي هي فيها السين والشين وهكذا تستمر كتير. يبقى الريفيرب مساهم معانا في البرايتنس، مساهم معانا في اللمعان، بدور ان احنا اخترنا ريفيرب ساقع او زودنا هاي في الريفيرب، بس ما عملناش المشكله بتاعت السين والشين.
فطبعا انا مش هعرف يبقى عندي كنترول على الريفيرب، لكن ممكن شويه دلوقتي يكون عندي كنترول ان انا اهدي شويه المنطقه اللي هي فيها السين والشين او السيبلنس اللي بسمع في الريفيرب جامد. فانا برضو هعمل كده، بس هنا هضطر اسيبه على كل حاجه يعني في ستيريو، وهخليه بس يكون سريع ويسيب برضو ايه بسرعه، او يعني يسيب مش بسرعه قوي، يعني يفضل ماسك شويه كمان. تعال نشوف ممكن نسيطر على الحروف دي ازاي ان هي ما تبقاش مسمعه جامد في الريفيرب كده. ندور 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 نفس المكان، ندور 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 ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان، ندور 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 أنا تاني لنفس المكان، ندور 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 الأمان ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان، ندور ندور ندور. اوكي، ده طبعا مش اعظم طول ان هو ممكن يحل دوت، بس ده عرض الفكره. كنا محتاجين نسيطر على المنطقه دي شويه. حاجه كمان من الحاجات اللي انا شويه كنت شايف ان احنا ممكن ما ندوس عليها قوي كده، حته الدايناميك، ان كده كده التراك ما فيهوش حاجات كتير، فمش محتاجين كنا نزق الليمتر الاخير عشان نوصل لللاودنس ده، لان التراك شويه دوسنا عليه بالليمتر جامد عشان خاطر نعليه، فحتى كمان مش باين اي درجه من درجات الفروق ما بين السكشن ده وما بين السكشن اللي بعد كده. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا، طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدور، ما بنكتبش الرسايل، ما بننتظرش رد لحد في يوم سمعنا، ولا بنسمع حد، طيور العمر تايهة في عتمة المدينة بتدور، ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر، وتهرب النجوم من القمر، وتهرب الوجوه من الصور، بنلف في دواير ندور على الأمان، ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان، ندور ندور ندور. يعني شفت برضو ان احنا كنا ممكن نظهر الفوكال سنة مش كليفل اكتر منه كاكيو، ان كانت المنطقة حوالين ال 4K وال 5K ممكن تتزق سنة في صوتها. فنتيجة اللي احنا شايفينه دوت ان احنا لما نيجي نقفل ونفتح هنلاقي ان الكلاودنس والمفل اللي كانت في الميكس راحت وصوتها ظهر عندنا اكتر. وتهرب النجوم من القمر، وتهرب الوجوه من الصور، بنلف في دواير، وتهرب النجوم من القمر، وتهرب الوجوه من الصور، بنلف في دواير. بس ده كده بشكل بيزك الحاجات اللي احنا كنا محتاجين من وجهة نظري يعني نشتغل عليها عشان خاطر التراك يبقى بيتنفس اكتر او يبقى بالانسد من ناحيه الفريكوينسيز، لكن الليفلات كويسه، الخيال بتاع الريفيرب كويس مع مراعاه الكم ملحوظه اللي انا قلت عليهم. تسلم ايدك يا ريان، ونلتقي في ميكس جديد قريبا. سلام.